خلونا نتكلم شوي عن ناصر وشخصيته بعيدا عن الفن. أغلب الكلام اللي بقوله عن لقائه مع الشريان والراحل سعود الدوسري. ذكر في لقاء مع الشريان إنه أخذ الفكاهة وخفة الدم من والدته رحمه الله عليها، عكس والده اللي كان شديد عليهم شوي رغم طيب قلبه. إما من ناحية التمثيل في ناصر كانت والدته وأهله كلهم يدعمونه من هالناحية ويشوفونه دايم لا يقلد أحد من أهلهم ويعززون له. سبق وقلد والده وكانوا كل أهله يشوفونه وهو مجمع العائلة، على أساس أنه في مسرح كان بعمر 10 سنين ناصر مستحيل يقلد أبوه قدامه لأنه له هيبة عنده ويتوتر. وسبق وأبوه كان يقول لأهله أن نويصر هذا ما يأخذ راحته إذا جيت أنا نم. والده كان بالغرفة وسمع صوت ضحك أهله على ناصر وهو يقلده. طلع أبوه وراه وقال للجمهور أهله اسكتوا. وناصر لاحظ أن العالم وجيهها تغيرت لأنهم يخافون من أبوه. يقول كملت وأخذت راحتي واجد، بس حسيت في شيء غريب. طلع الوالد وراه وما يحتاج يكمل وش صار. والد ناصر كان واقف معه كثير على الصعيد الفني وما كان عنده اعتراض وكان مؤمن فيه، وكانوا أصدقاء ولد ناصر رحمه الله عليه يحبون ناصر، وكان يقلد عندهم شخصيات كثيرة منها أبو مسامح أبو مسامح. وكانوا أصحاب والده ينادونه. لما دخل الجامعة أول شيء عمله قال عندكم مسرح. اللي كان مسؤول عن القسم قال يا ابني أول شيء يسجل مواد تخصصك ولا زراعتها. وذكر أنه من أول يوم بالجامعة شارك في الأنشطة الجامعية وقدم مسرحيات كثيرة، أولها كانت تاريخية وبعدين اشتهر هو وراشد الشمراني بمسرحية التاءة. ناصر لما توظف راتبه كان 4 وما كان راضي أبد في وظيفته. ذكر أنه جته غلقة من أول يوم، عدت فترة قصيرة وفصل ما قدر يكمل وزوجته وأبوه حاولوا فيه أن القرار هذا صعب والتمثيله مهما كان ما يأكل عيش. بعد تفكير قرر يفصله على الرغم من أنه متزوج، وعلى ما أعتقد وقتها زوجته كانت توها متخرجة من الجامعة وعندهم ركان، لكن قدر بفترة قصيرة ينجح ويكون من الفنانين المهمين في السعودية. وكانت ولا زالت بدرية البشر الداعمة رقم 1 لزوجها من 1988 حتى 2024 وللأبد إن شاء الله. ناصر ينتمي إلى بيئة ذات مستوى أقل من متوسط الحال، وبأن تربيته السليمة حمته من الدخول في متاهات الحياة وجعلته يخرج متزنا اجتماعيا ونفسيا وإنسانيا، الأمر الذي انعكس إيجابا على حياته الأسرية لاحقا. كما يستذكر والدته التي كانت توصي أولادها بالصلاة والمحبة والعطاء، ويؤكد أنه يحافظ اليوم على البساطة في نمط حياته على الرغم من احتكاكه اليومي بالطبقة المخملية. ينفي القصبي شعوره بالخجل أحيانا، خصوصا عندما تم وضعه في مرتبة أعلى من المرتبة التي يستحقها. ويروي ناصر في السياق نفسه كيف قام بقمع عثة من داخله بعدما شعر في لحظة أنها تضخمت في داخله بعد سلسلة من النجاحات التي حققها. لما تتكلم عن المسرح سبب انقطاعه عنه، موضحا أسباب ابتعاده عنه، حيث يعزو ذلك إلى واقع المجتمع السعودي المحافظ الذي يرفض وجود المرأة على المسرح أو حتى بين الجمهور أحيانا، ضاربا مثالا على ذلك انسحابه وفريق عمله من تقديم إحدى مسرحيات الأطفال في بلدة بريدة في القصيم بسبب منع دخول الفتيات من عمر 2 إلى المسرح، ومن بعدها اختفى عن المسرح إلى أن ظهر في مسرحية الذيب في القليب MBC. ناصر ذكر في لقاء سابق له كان رايح لبيت والده وراحوا كلهما المسجد يصلون، وكانت فيه خطبة ذاك اليوم، واللي يخطب كان يعرف ناصر وكفره وتكلم عنه بالسوء، وناصر كان في داخله يفكر هو يرد عليه ولا لا. يقول والله جلست أسمع كلامه كامل والكل يدري أن ناصر موجود، وبعدها طلع ووالده وأخوانه كانوا معه